سلام سلام خياتي، سلام سلام عميراتي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم جينا وجبنا معانا وصفة بيتزا كاري كيما نقولوا تاع المحلات اللي عطاها لي صاحب المحل، صدقة على ميمتو. ان شاء الله برك نكون جبتها لكم بنفس الطريقة، برك بمقادير صغيرة. بيان سور كيما نعرفوا صحاب المحلات يخدموا بكمية كبيرة، وانا جبتها لكم بكمية صغيرة باش نقدروا نطيبوها. ما نطولش عليكم حبيباتي، نروحوا مباشرة للطريقة وجميع أسرار نجاح هاد البيتزا كاري. السر الاول البنات يكون في صلصه الطماطم. هنا البنات صلصه الطماطم ينحولها القشره تاعها، يعني هذه ابسط واسهل طريقه باش تقشري الطوماطيش الخياتي المبتدئات. ديري هكا على شكل زائد في الوجه التحتاني تاع الطوماطيشه تاعك، ديريها في الماء وديريها فوق النار باش تبدا تغلي معك. هي كل ما تبدا تغلي يبدا يدخلها طياب راح تتقشر معك بكل سهوله. هنا ديتها فوق الفور، سخنتها يعني طيبتها شويه، وهنا شوفوا طريقه اللي نقشروا بها. بيان سور راني نوجه كلامي لخياتي المبتدئات الصغارات. هايلك القشره تاع الطوماطيش تتنحى معك بكل سهوله. فوالا غير تجبديها راح تهبط معك وحدها. بهذه الطريقه حتقشري كميه كبيره تاع الطوماطيش وفي وقت اقصر. فوالا حبيباتي، هنا قشرت الطوماطيشه تاعي، يعني قشرتهم كامل. هنا درت 4 حبيبات برك، قلت لكم جبت لكم الوصفه بحذافيرها برك بكميه صغيره. هنا قشرت الطماطم تاعي، حبيتي تسكرفجيها ولا تقطعيها ولا ترحيها كيما حبيتي، المهم لازم طوماطيش تكون يعني بدات تطيب شويه. انا هنا للامانه قطعتها كيما قال لي هو، قطعتها هكا بالموس غير هكا صغيره صغيره صغيره. وراني حندير لها 2 فصوص كبار تاع الثوم، ما نكتروش الثوم البنات باش الكو تاع كيما نشوفوا الكو تاع البيتزا كاري يجي الكو تاع الطوماطيش هو البارز فيها، ما تجي لا لي زيبيس لا الثوم. هنا درت غير 2 تاع فصوص تاع الثوم، وراني حندير لي زيبيس فلفل كحل وملح، با بلوس البنات، ما نزيدوش لي زيبيس كيما قال لي هو العكري حيعطينا هذيك المراره في لاصوص طوماط. ونزيدو عليها مغرف صغيره تاع طوماط كونسونطري مع حوالي 4 مغارف تاع الزيت. هنا البنات ندو هذيك الصلصه تاعنا فوق النار، تبدا طيبوها على نار مهيله، يعني ما نقويوش للنار. هي كي تبدا طيب معانا، هنا راني ديتها فوق النار، كي تبدا طيب معانا نبداو نمعسو فيها هكا غير بشويه باش نزيدو يعني نرحيو هذيك الطوماطيش تاعنا. فوالا هنا نخليها حتى طيب لي كامل البنات، ما نزيدو لها لا الماء لا والو، نخلوها طيب في الماء تاعها برك، ما نشفوهاش. هذا هو السر الثاني. الصلصه الطماطم تاعنا ما نخلوهاش حتى تنشف كامل باش لا بيتزا تاعنا ما تجيناش ناشفه. هنا نزيدو نحكو عليها شويه تاع الزعتره وشويه تاع الزعتر، يعني الزعتره والزعتر هي اللي حتعطينا هذيك البنه تاع صلصه الطماطم الخاصه بالبيتزا كاري. فوالا حبيباتي، هنا الصلصه تاعي راهي طيبه. شوفوا البنات ما نشفتهاش، يعني مازال فيها الماء تاعها باش كي نطيب في هذيك لا بيتزا تاعنا ما تجيناش ناشفه، يعني يجي فيها هذيك لاصوص. فوالا حبيباتي، هنا صلصه الطماطم تاعي راهي طيبه، نخليها تبرد هكا بجانب ونروحوا مباشره نوجدوا العجينه تاعنا. واش نسحقوا في العجينه البنات؟ عندي 4 كيسان تاع فرينه، الكاس هذا اللي كنت تشوفوا فيه اللي في 240 مليلتر، وعندي كاس ماء دافي. نديروا له مغرف كبيره تاع خميره العجين، ونزيدوا نحطوا عليه مغرف كبيره تاع السكر، ونخلطوها باش نسرعوا تفاعل الخميره تاعنا. نخلطوها نخلوها تتفاعل. وفي هذيك الفرينه البنات نجو نديروا كميه تاع الملح، بيان سور الكميه تاع الملح تكون على حساب الفرينه، ما نملحوهاش بزاف. ونضيفوا عليها نص كاس تاع الزيت. هنا حبيتي تستعملي زيت زيتون ولا زيت نباتيه كيما حبيتي، ولا مزيج ما بيناتهم. هنا نحكم هذيك الفرينه، نروح ندخل فيها هذيك الزيت يعني حتى تدخل لي كامل، ندخلو كامل الزيت تاعنا، يعني نبسو هذيك الفرينه تاعنا. كي نشوفوا كميه الزيت كامل شربتها لنا الفرينه، نجيبو هذاك الكاس اللي كنا خمرنا فيه ولا فعلنا فيه الخميره تاعنا والسكر، نفرغوه كامل. هنا الماء قلت لكم دافي، ما يستعملوش الحليب البنات، يستعملوا الماء. هنا الماء تاعنا راهو دافي، نرميه كامل ونجي ندخلو في الفرينه تاعنا، يعني نبداو ندخلو في هذاك الماء في الفرينه غير بصبعتينا هكا. هنا في هذه المرحله ما نعجنوش، نقعدوا غير ندخلو فيها. هنا حبيباتي كي نشوفوا الكاس الاول تاع الماء دخلنا، راح نزيدو كميه الماء. شحال حترفدنا البنات هاد 4 كيسان تاع الفرينه؟ يرفدوا لنا 1.5 كاس ماء دافي. هاوليك هنا نزيد نص كاس تاعي، يعني 1.5 كاس
تاع الماء دافي يدخلوا في 4 كيسان تاع فرينه. فوالا هنا جاتني سوا يعني كيما قالها لي كيما درتها كيما جات. فوالا حبيباتي هنا ندخلوا كامل هذيك الكميه تاع الماء. كي نشوفوها دخلت نهبطوا العجينه تاعنا في لو بلان دو طرافاي. ما نعجنوهاش البنات، نروحوا ندخلوها في بعضها برك، يعني ما تديناش وقت طويل، يعني حوالي 3 دقائق وحنا ندو فيها ونجيبو باش تدخل في بعضها برك، ونتحصلوا على عجينه تكون شابه وملسه. يعني للامانه العجينه صح تجي شابه وصح تجي طريه وتجي هايله. دوك في الاخير نوريها لكم. فوالا هنا بعد ما جازو 3 دقائق شوفوا البنات العجينه اللي نتحصلوا عليها، عجينه بزاف شابه وخفيفه بدون عجن بدون تعب. هنا نغطيها البنات بيان سور في الماليمونتير ولا بان ساشي هكا حاجه نقيه، نغطيها ونخليها حتى تخمر. مده الاختمار البنات تعتمد على الكوزينه تاعك، لا كانت سخونه ولا بارده وعلى حسب الفصل. المهم حتى تشوفيها ضعفت الحجم تاعها. شوفوا البنات هنا بعد ما جاز معايا وقت، شوفوا العجينه كيفاش ضعفت الحجم تاعها، يعني ما شاء الله. شوفوا البنات كيفاش تطلع. هنا نجي نديغازيها بيان سور، نحي لها هذاك النفس تاعها. فهاد المرحله البنات ما نعجنوهاش، نحيو لها لي غاز تاعها ونحطوها في لو بلون دو طرافاي باش نخدموا عليها مباشره، يعني ما نعاودوش نعجنوها. شوفوا البنات العجينه شحال تجي شابه. هنا نجيب الصينيه اللي حنخدم فيها. هنا انا فرش بابي كويسون، هما بيان سور ما يفرشوش بابي كويسون بصح يمسحوا السنيوه تاعهم بالزيت. انا فرش بابي كويسون ومسحته بالزيت. علاش الزيت البنات؟ باش تعطينا هذاك اللون المارون ولا اللون اللي يكون شباب تحت البيتزا، يعني في الوجه التحتاني تجي طيبه وتجي هذيك فيها القرمشه. هنا نجيب العجينه تاعي ونبدا نبسط فيها على طول الصينيه تاعي. هنا اللي حبت البيتزا تاعها تكون خشينه، يعني طبقه خشينه مع طبقه الصوص طوماط، تحلها خشينه. واللي تحبها رقيقه وتجي كروستيونت يعني تسيي تحلها رقيقه. فوالا يعني والعكس صحيح، حبتها خشينه تحلها خشينه، حبتها رقيقه تحلها رقيقه. فوالا حبيباتي. وهنا بعد ما حليتها كامل راني حنجيب لها لاصوص اللي طيبناها بعد ما بردت معايا ونجو نحطوها. شوفوا البنات هما لاصوص ما يرحيوهاش، يعني ما تجيش مايها، تجي هكا يعني لي مورسو يقعدوا. للامانه هنا كيما قلتلو كاين اللي يديروها يعني يحطوا طوماطيش خضراء وطيب مع لا بيتزا. هنا قال لي ما ننصحكش بها، لا خاطر الذوق تاع الطماطم كيما يطيبش يجي قاصح، يا سيرتو لا كنا ما نحينا لهاش الزريعه يعني راح تضر او ميم طون يجي الكو تاع الطوماطيش قاصح، يعني القروسيه تجي قاصحه. هنا حبيباتي لازم نطيبوا الطماطم تاعنا وما نرحيوهاش نخليوها هكا. هنا حبيتي ديري لها الزيتون في هذه المرحله ولا حبيتيها حتى طيب كيما حبيتي. هنا حبيباتي الفرن لازم يكون مسخن مليح، يعني كي تبداي الوصفه شعليه على 180 درجه، خليه يسخن مليح ودخلي البيتزا طيب تاعك. بيان سور نحمروها مليح من تحت ونطيبوها من الفوق. وهنا حبيباتي بعد ما طابت درت لها الزيتون تاعها كيما كتشوفوا في نص طياب درت لها الزيتون هنا باش ما يتكمش معنا الزيتون، خاطر لو كان ندخلو في الاول الزيتون حيطيب ويتكمش يعني يتبدل كامل الشكل تاعو. الوغ في نص طياب نجبدوها وندير لها حبيبات زيتون هذوك. هنا بعد ما طابت وخرجتها راني نفرغ فوقها زيت الزيتون، يعني السر تاع البنه كاع راهو في زيت زيتون. والتزيين بيان سور كيما نعرفوه هو رشه تاع معدنوس، لا فرامج لا طون لا دجاج لا لحم. هذه هي البيتزا كاري اللي كامل نعرفوها كيما نقولوا معشوقة الجماهير. شكون اللي ما يحبش البيتزا كاري؟ فوالا وقل حتدخل هذه في العادات والتقاليد ولا في الاكلات التقليديه الجزائريه. يعني ما كاش كامل في العالم، يعني في الجزائر حاسيبوا هاد البيتزا كاري. فوالا حبيباتي هنا بعد ما طابت زيناها بهذيك الرشه تاع المعدنوس ودرنا لها هذيك الخيط تاع الزيت. بيان سور نفرغوا كامل فوقها هكا شويه شويه تاع الزيت باش تعطينا هذيك الريحه والبنه، سيرتو كي تكون سخونه. واش نقول لكم يا سلام بنه ولا اروع. سيرتو ولا حبيتوا ديروها مشروع ولا ما عليكم غير تضعفوا المقادير وتجيكم روعه البنات، صدقوني تجي نفس النتيجه تاع المحلات بنفس الطريقة. إن شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل، يعني سيت نجيبها لكم بكل التفاصيل برك بمقادير صغيرة. فوالا حبيباتي هنا نقرب لكم في الصورة باش تشوفوها. وهنا البنات شوفوا صلصة طماطم ما تنشفش معانا، حتقعد يعني على قانيها تقعد هكاك هذيك الصلصة يعني نتبنوها. فوالا ما تجيش ناشفة. فوالا حبيباتي هنا نجي نقسمها معكم بيان سور باش نرفدو مورسو نشوفوها كيفاش تجي.
فوالا حبيبتي، هاي لك البيتزا كاري كيفاش تجي معانا. انا ما رققتها ما خشنتها، يعني في المواين كيما يحبوها العائله تاعي. شوفوا البنات هذيك الصلصه كيفاش تجي خير الف من مره من اللي هذيك اللي نرحوها. يعني لازم نخلو فيها كمرسويات اللي تجي بزاف بنينه، سيختو كي تكون طايبه، يعني الطماطم تاعنا هنا راهي طايبه. وهنا حبيبات قلبي نكون وصلت لافان تاع لا فيديو. ما عليا غير نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. واللي دخلوا معايا اول مره للقناه نقول لكم ما تنساوش خدكم بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وهنا ما عليا غير نقول خياتي وحبيبه قلبي، دمتم في امان الله.